السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالوا بينا نصلي على النبي ونبدأ فيديو جديد مع بعض. لو مش مشتركة في القناة اشتركي علشان يوصلك كل جديد وتنضمي لعيلتنا. اول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق، عليه رشة ملح، نص معلقة من السكر، معلقتين من الحليب البودرة، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلب كل المكونات الجافة كده مع بعض، وبعدين هعجن بمية دافية. وبعد العجن يا بنات هلم العجينة بمعلقة كبيرة من الزيت. اهم حاجة اعجنها كويس علشان العجينة تكون لينة في ايدي، يعني استمري في العجن لوقت طويل علشان تكون ناعمة ولينة كده. وبعد كده هسيبها تخمر في مكان دافي، تخمر كويس يا بنات، وهشكلها كده على شكل دائري، كلها قطع متساوية. وبعدين هفردها بشكل دائري كده برضو، وهدهن نص من الدايرة دي زبدة، وهقفلها كده، وبعدين هرش عليها رشة من فوق بالسمسم. ومعايا صينية مدهونة بالزيت، وحطيت فيها اللي انا بشكله. هفرد على شكل دائري، وادهن النص بتاعها زبدة، واقفل النص التاني عليه كده، ومن فوق رشة من السمسم، واحطها في الصينية. وبعدين بعد ما اخلص كل الكمية بالشكل ده هغطيها تخمر مرة كمان. العجينة اصلا علشان متخمرة كويس ومعجونة حلوة قوي، ملمسها حلو، يعني مريحة في الفرد. هنا بعد ما خمرت للمرة التانية هدهنها بقى بمسحة من الحليب محلية بالسكر، وتدخل فرن ساخن. وبعد التسوية بشغلها الشواية شوية، وتخرج من الشواية ادهنها مسحة من الزبدة واغطيها، وبتبقى بالقمر ده. شايفين؟ هشة جدا وجميلة جميلة جميلة، احلى من العيش الفينو والله العظيم. تحشيها بقى زي ما انت عايزة، احشيها رومي، احشيها كفتة، احشيها اي حاجة، بيض، طماطم، جبنة، كل اللي يعجبك، مش هتقولك لا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك حلو منك، تشجيعا منك ليا، وصلي على النبي واذكري الله، لا اله الا الله. شايفين؟ مروقة عليكي انا في المخبوزات لللانش بوكس. شوفي القمر، شايفة اللون؟ مدهون بمسحة من الحليب ومحلية بالسكر. وبعد كده بعد ما يطلع من الفرن مسحة من الزبدة واغطيه بفوطة. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.